سؤال عن حكم الكذب في الرؤيا. يقول واحد: أنا أعرف فلان عنده ظلم أو عنده معاصي، فأنا أقول أنا رأيتك في المنام أنك كذا وكذا، أنك تعذب أو كذا، حتى أخوفه. هذا لا يجوز يا أخي، هذا محرم. الكذب في الرؤيا من الكبائر. ورد في حديث واثلة بن الأسقع في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفرى الفرى يعني من أكذب الكذب أن ينتسب الرجل إلى غير والده، وأن يري عينيه ما لم ترى، وأن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذه من أعظم الكبائر ومن أعظم الفرى والكذب. وجاء أيضا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أرى عينيه ما لم تريا كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين، وليس بفاعل. يقال له، يعطى له حبة شعير وحبة أخرى، يقال له إيش؟ اعقد بينهما. مستحيل، ما في إمكانية لهذا، فيعذب والعياذ بالله لأنه ادعى أنه رأى رؤيا. طيب لماذا هذا التشديد؟ قال العلماء: لأن الرؤيا وحي من عند الله، والذي يقول رأيت رؤيا هو كاذب على الله، وأعظم الكذب هو الكذب على الله سبحانه وتعالى، ثم الكذب على رسوله. فعليك يا أخي أن تذكر هذا الإنسان الظالم، تذكره بالآيات، تذكره بالأحاديث، وتدعو له بظهر الغيب. هذا هو الذي يجب عليك. وأما الكذب في الرؤيا فممنوع كما سمعتم.